السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، سواء كنت عام أو بكالوريا أو أزهر، يلا بينا يا صديقي نكمل مراجعتنا ونكمل الوحدة الثانية. المحاضرة اللي فاتت نزلت لك الوحدة الأولى وكانت في بوستر في الخفيف منه كده وفي اللذيذ، وخلصنا الموضوع تقريبا في نص ساعة. طب تعالى بقى نكمل الوحدة الثانية. الوحدة الثانية اللي كانت بتتكلم عن البيانات الشخصية وحقوق المؤلف وحقوق الملكيه الفكريه وحقوق الملكيه الصناعيه والكلام ده كله. تعال نشوف الموضوع بيتكلم في ايه. موضوع سهل وبسيط وهنلمه، الموضوع لعب عيال يعني. طيب، كان بيتكلم الوحده الثانيه، قال لي القوانين والحقوق في مجتمع المعلومات، وكان عندنا اول حاجه بيبدا بيها الدرس في البيانات الشخصيه. ايه هي البيانات الشخصيه؟ قال لي كل بيان او معلومه تتعلق بشخص طبيعي. مين الشخص الطبيعي؟ شخص طبيعي انا، تمام؟ اشخاص طبيعيين كلنا. طيب، الاسم زي الاسم والعنوان، تاريخ الميلاد، النوع، رقم الهاتف، البريد الالكتروني، دي كلها اسمها معلومات شخصيه. طب عايزين نقسم يا مستر المعلومات الشخصيه دي. المعلومات الشخصيه لما اجي اقسمها لك بنقسمها 4 انواع. النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث والنوع الرابع. النوع الاول البيانات الاساسيه. خلينا متفقين ان انا مش عايزك تحفظ. طب النوع الثاني البيانات اللي هي ارقام الهويه. طب النوع الثالث يا مستر البيانات اللي هي الحيويه. طب النوع الرابع البيانات الايه؟ الحساسه. جميل جميل. تعالى يا مستر نغير لون القلم وقول لي يعني ايه بقى اللي انت بتقوله ده. اول حاجه البيانات الاساسيه هي 4 حاجات. حاجات اتولدت لقيت نفسي موجود بيها: اسمي، نوعي ذكر ولا انثى، عنواني، تاريخ ميلادي. يبقى الاسم، النوع، العنوان، التاريخ، ومحدش يقول لي تاريخ اليوم، تاريخ ميلادك يا ظريف، تاريخ ميلادك. طيب دي كده البيانات الاساسيه، بيانات اتولدت لقيت نفسي بيها: اسمك، نوعك، تاريخ ميلادك، عنوانك. اسمك، نوعك، تاريخ ميلادك، عنوانك. فيها مشكله؟ دي البيانات الاساسيه. طب الارقام الهويه، اي رقم يخصني. زي ايه؟ زي رقم بطاقتي، رقم الهاتف، اي رقم يخصني. مش عايزك تحفظ اي حاجه تشوف فيها ارقام يعتبر ارقام ايه؟ هويه. رقم الهاتف، رقم البطاقه، رقم الباسبور، رقم البطاقه، رقم القومي، رقم شهاده الميلاد، رقمي في المدرسه، اي رقم يخصني دي بيانات ارقام هويه. طب البيانات الحيويه، حيويه يعني انسان، يعني حياه. عارف الاحياء جايه من ايه؟ من الاحياء، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي 3 بصمات: بصمه الصوت، بصمه الصباع، بصمه العين. بصمه الصوت، الصباع او بصمه اليد يعني، بصمه الاصبع، وبصمه العين. طب العين يا مستر ممكن تجي لي بكذا كلام. ممكن يقول لي بصمه قزحيه العين، ممكن يقول لي بصمه الوجه، ممكن يقول لي بصمه العين. يبقى بصمه العين هي قزحيه العين، هي العين، هي ايه؟ الوجه. طب جميل. البيانات الحساسيه اي الحساسه، اي حاجه ممكن تعمل مشكله. زي ايه؟ زي الديانه، العرق، الحاله الاجتماعيه، والحاله الايه؟ الاقتصاديه. اهي ماشي، صغر دي كده اهي. جميل جميل. والحاله الاقتصاديه. جميل جميل. يبقى عرق، ديانه، حاله اجتماعيه، حاله اقتصاديه، حاله صحيه، اي حاله في الدنيا دي بيانات ايه؟ بيانات حساسه. طب الاساسيه اسمي، نوعي، بيانات، تاريخ ميلادي، عنواني. ارقام هويه اي رقم يخصني. الحيويه بصمه صوت، بصمه اصبع، بصمه عين. والعين ممكن تيجي بكذا كلمه، ممكن يقول لي العين او قزحيه العين او الوجه. والحساسه ديانه، عرق، ديانه، حاله اجتماعيه، حاله اقتصاديه، حاله صحيه،
حاله بتنجانيه، اي حاله في الدنيا دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر بيانات حساسه. فيها مشكله؟ تعال نشوف الكلام ده من البي دي اف، يلا بينا. قال لي ان البيانات الاساسيه هي الاسم، العنوان، التاريخ الميلاد، والنوع، بصمه الاصبع، بصمه الوجه، بصمه الصوت، دي بيانات حيويه. ارقام الهويه، جوازات السفر او رخص القياده او الرقم القومي. حساسه، معلومات تعتبر اكثر حساسيه وتحتاج الى عنايه خاصه حتى لا تؤدي الى تمييز او ضرر لصاحبها. تمام؟ عشان ما تعملش تنمر، ما تعملش طائفه لوحدها وده جزء لوحده. تمام؟ زي الديانه، الراي السياسي، الحاله الاقتصاديه، الحاله الصحيه، الحاله الانتماءات النقابيه، والسجل الجنائي. يعني انت عليك كام قضيه لو انت راجل قد الدنيا كده ومجرم ومسجل خطر. طيب بعد كده عندنا قانون حمايه البيانات الشخصيه. البيانات اللي فوق دي يا مستر نحميها ازاي؟ قال لي القانون بيحميها. ايه القانون بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي قانون اسمه قانون حمايه البيانات الشخصيه. قانون حمايه البيانات الشخصيه ده قانون بيحدد القواعد الاساسيه لجمع ومعالجه وتخزين ونقل البيانات الشخصيه بتاعتي. بيحدد، بيقول ايه اللي يتجمع وايه اللي ما يتجمعش، وامتى يتجمع وامتى ما يتجمعش. حلو؟ جميل. بيقول لي ينص، واكتب عندك كده في الماده 57 في الدستور المصري، ينص قانون حمايه المعلومات الشخصيه على انه لا يجوز جمع او معالجه او مشاركه البيانات الشخصيه الا امتى؟ بعد موافقه صريحه من صاحب البيانات. بعد ما صاحب البيانات نفسه ايه؟ يوافق على الكلام ده، الا بعد موافقه صريحه من صاحب البيانات. عندي استثناءات يا مستر لجمع البيانات دون اذن. يعني ايه؟ يعني في الحالات دي لما اجمع بيانات عن الناس مش شرط استاذن. ايه هي الحالات؟ حالات قانونيه. لو انت دلوقتي حاله قانونيه في المستند قانوني او مستند دستوري بيقول ان لما يحصل ده نجمع بيانات من غير ما نستاذن الناس. حلو، دي اول نقطه. طب النقطه الثانيه في القانون ان انا لو عليا سجل، لو عليا قضيه، فانا اكيد مش هيقبضوا عليا يقولوا لي انت فين عشان نقبض عليك، لا هيجمعوا بيانات من غير ما يستاذنوني. لو في حاجه في الامن العام، حاجه بتهدد الامن العام، جمع بيانات براحتك. لو في حاجه بتهددك انت شخصيا وبتهدد مصلحتك وممتلكاتك هنجمع عنك بيانات براحتنا. طيب لو طلب من جهه تحقيق لاتمام الايه؟ لاتمام عقود. لو انا عايز اعمل عقد مثلا مع حد، عايز اعمل عايز اسكن حد عندي، فانا عايز استاذنه ان انا اجمع عنه بيانات، لا هشوف الراجل ده والله سكن عند حد قبل كده، والله اخلاقه كويسه، والله مرتبه كويس او شغال شغلانه كويسه فيقدر يدفع لي فلوسي. يبقى ايه؟ يبقى انا بجمع بيانات من غير ما استاذنه. ليه؟ لاتمام العقود. يبقى عندي حاجات قانونيه، اي حاجه فيها قانون، مش عايزك تحفظ اي حاجه فيها قوانين ولوائح، يبقى ده خد الاستثناءات براحتك وجمع بيانات براحتك. او اي حاجه فيها عقود. عندي 3 حقوق. عندي 3 حقوق. ليا حقوق يا مستر في الدنيا؟ اخيرا لقيت حد معبرني. والله عندي 3 حقوق. ايه هم الحقوق اللي عندي؟ قال لي عندي حق خصوصيه، حق الخصوصيه، وحق صوره، وحق دعايه. مالكش دعوه بالدعايه وخليك في اللي يخصك اللي هم الخصوصيه والصوره. الخصوصيه والصوره محدش يتدخل في حياتي الشخصيه من غير ما يستاذني. جميل؟ ده الخصوصيه. طب الصوره، محدش ينزل صورتي من غير ما يستاذني. ما احنا اتفقنا ان انا ما ينفعش انزل حاجه او اخد حاجه من حد من غير ما استاذنه. حلو، يبقى حق الخصوصيه محدش يتدخل في حياتي الشخصيه من غير ما يستاذني. حق الصوره محدش يصورني وينزل صورتي من غير ما يستاذني. حلو. في حق فاضل اللي هو حق الدعايه، وده بيخص المشاهير. اشوف دعايه احط مشاهير، اشوف مشاهير احط الدعايه. يبقى حق الدعايه مرتبط بالمشاهير. مرتبط بايه في المشاهير؟ قال لي ده حق المشاهير في الاستغلال التجاري، ان ما حدش يستغل صوره او اسم المشهور ده في ان انا اعمل دعايه تجاريه للمنتج بتاعي او اعمل دعايه تجاريه للمحل بتاعي. ما ينفعش اقول محمد صلاح جاي يفتح المحل ومحمد صلاح في انجلترا اصلا ولا في المنتخب دلوقتي. تمام؟ يبقى ما ينفعش اجيب سيره اسم مشهور وهو مش معايا الحق في ده. تمام؟ طيب بالمناسبه ده كده البوستر بتاع الوحده الثانيه، بخلاف بس ان احنا ناخد جزء اللي هو بتاع الاقتباس والاستثناءات بتاعت الاقتباس والكلام ده كله، وازاي اخد حاجه من حد من غير ما استاذنه في الكتب. تعالى بس نخش على الدرس، الحته بتاعت حمايه البيانات الشخصيه في الشركات. انا عندي شركه عايز اجمع معلومات عن الناس اللي عندي، ما انا لازم اقدم لهم خدمه، لازم ابقى عارف انا بقدم خدمه لمين، لازم اجمع معلومات وبيانات. حلو، من نفسي كده اجمع؟ لا. قال لي الشركه بتعمل حاجه اسمها سياسه الخصوصيه بتاعت الشركه، بتقول فيها انا هجمع بيانات ايه لمده قد ايه عن مين في الفتره الزمنيه كذا، او هجمع بيانات عن العملاء اللي عندي، ايه نوع البيانات دي. جميل؟ دي سياسه الخصوصيه. يبقى لما انا اقول واكتب على الورق، الشركه بتكتب على الورق انا هجمع بيانات عامله ازاي، هجمع بيانات لمده قد ايه، هجمع بيانات ايه، مضمون البيانات دي حاجه اسمها سياسه الخصوصيه. خلاص كده الموضوع خلص، عدى على خير؟ لا.
قال لي لازم تقدم الشركه سياسه الخصوصيه بتاعتها في حته اسمها منظمه مركز حمايه البيانات الشخصيه. مركز حمايه البيانات الشخصيه بياخد بعد ما تقدمها، بعد ما تقدم سياسه الخصوصيه بتقدمها فين؟ في مركز حمايه البيانات الشخصيه. بعد ما ياخدها ويراجعها بيديهم حاجه اسمها ترخيص مركز حمايه البيانات الشخصيه. يبقى الشركه بتعمل سياسه الخصوصيه تقدمها في مركز حمايه البيانات الشخصيه، المركز حمايه البيانات الشخصيه يعمل ايه؟ يدي الشركه دي ترخيص على ايه؟ بعد ما يراجع سياسه الخصوصيه اللي هو ايه؟ اللي هي بتقول فيها ازاي تجمع، كيفيه جمع ومعالجه البيانات عن العملاء اللي عندهم في الشركه. جميل؟ طب خلاص الموضوع خلص بعد ما خدت الترخيص؟ قال لي لا، قال لي لازم موافقه مسبقه من العميل. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل حاجه اسمها نظام الموافقه المسبقه، ويشترط الحصول على موافقه صريحه ومسبقه من المستخدم قبل جمع ومعالجه البيانات الشخصيه او معالجتها وتقديم الخدمه ليه. يبقى لازم حتى لو انا عملت سياسه خصوصيه وقدمتها في مركز حمايه البيانات الشخصيه وخدت التصريح، لازم اعمل ايه؟ لازم اخد موافقه من العميل. عارف اللي هي البرايفسي بوليسي اللي انت بتلاقيها في اي برنامج قبل ما تفتحه، اللي هي بتعمل عليها علامه صح من غير ما تقراها وتكمل في البرنامج؟ هي دي سياسه الخصوصيه بتاعت الشركه. لو قريتها هتلاقي الشركه بتقول لك الايه، النظام بتاعها عامل ازاي. جميل؟ جميل. طب انا عايز الغي الكلام ده كله، ايه بقى عكس نظام الموافقه المسبقه؟ وايه اللي يلغي نظام الموافقه المسبقه؟ قال لي حاجه اسمها نظام الاعتراض. نظام الاعتراض ده بيعمل ايه؟ قال لي نظام الموافقه المسبقه مستمر. نظام الموافقه المسبقه ايه؟ مستمر، مكمل عادي، مفيش اي مشكله، ما عنديش اي ضرر، انا مكمل، جمع عني بيانات زي ما انت عايز، لحد ما اقول لك ايه؟ لحد ما اقول لك انا بعترض، اللي هو ايه بقى؟ نظام الاعتراض. لحد ما اقول لك كفايه، وقف، ما تجمعش عني بيانات، تمسح بقى البرنامج، تلغي الموضوع ده، انا مش عايزك تجمع عني بيانات، خلاص كفايه لحد هنا. تمام؟ تمام. نخش على اهم جزئيه في الوحده الثانيه، وهي حقوق الملكيه الفكريه. درس حقوق الملكيه الفكريه ده درس جميل جدا ودرس مهم قوي، وهيجي عليه اسئله كتير في الامتحان. بص يا نجم، حقوق الملكيه الفكريه بتنقسم عندنا لحاجتين. اول حاجه حقوق النشر. ايه يا مستر حقوق النشر دي؟ حقوق الملكيه الفكريه بتنقسم عندنا لنوعين. جميل؟ جميل. حقوق النشر. طب تاني حاجة حقوق الملكية الصناعية. جميل؟ جميل. حقوق النشر ليها نوعين، دي خاصة بالكتب والمؤلفات. أول حاجة حقوق المؤلف، تاني حاجة الحقوق المجاورة. طيب حقوق المؤلف دي ليها، المؤلف ده اللي عمل المؤلفة، اللي عمل الكتاب، اللي عمل القصيدة، اللي كتب فيلم، ليه حقين. أول حاجة حق معنوي، تاني حاجة حق مادي. ايه الحق المعنوي للمؤلف وايه الحق المادي للمؤلف؟ الحق المعنوي اللي محدش يستخدم المؤلفات بتاعته من غير ما يستأذنه. طيب الحق المادي ان محدش يحصل على ارباح او يتاجر بالمؤلفات بتاعته من غير ما يكون ليه الحق في ده. تمام؟ يبقى المؤلف ليه حقين، حق معنوي وحق مادي. اللي كتب الكتاب، اللي عمل الانشوده، اللي عمل المقطوعه الموسيقيه، ليه حقين، حق معنوي وحق مادي. لمده قد ايه يا مستر؟ طول الحياه. عايزين نستخدم الحاجه دي يا مستر، نعمل ايه؟ قال لي بعد ما يموت ان شاء الله كده ب 50 سنه. يعني انا هستنى 50 سنه عشان استخدم حاجه المؤلف ده؟ عني ما استخدمتها يا عم. طيب افرض المؤلف مات خلاص وعدى على وفاته 50 سنه، نعمل ايه؟ نبدا تتحول المؤلفات بتاعته دي لملكيه عامه. يبقى حقوق المؤلف بيعمل ايه؟ 50 سنه بعد وفاته تتحول ايه بقى؟ تتحول ملكيه عامه. جميل؟ جميل. يبقى انا عايز استخدم حاجه كاتب، مؤلفات كاتب، كتاب بتاع كاتب، اعمل ايه؟ استنى بعد ما يموت، مده حياته بعد ما يموت ب 50 سنه تتحول المؤلفات بتاعته لملكيه عامه. طب طول ال 50 سنه تبدا حقوق اللي هي المعنويه والماديه لمين؟ حقوق المؤلف دي اللي هي الماديه والمعنويه تروح لمين؟ تروح لاسرته. تروح لمين؟ لاسرته. تمام؟ بعد 50 سنه اصبحت ملكيه عامه واي حد يستخدمها. حلو. في نقطه عايز اوضحها هنا. لو انا حقوق المؤلف دي عدى عليها 50 سنه، جميل، بعد ما يموت، حلو، ابدا استخدمها. جيت انا استخدمت الكتاب ده او المقطوعه الموسيقيه دي وبدات اعملها بطريقه ثانيه، بطريقه انا، بالحان ثانيه، بكلمات ثانيه، باي حاجه، غيرت فيها اي حاجه.
جيت انت رحت واخد الحاجات اللي انا عملتها ورحت مستخدمها، انت كده انتهكت حقوق النشر لمين؟ للمؤلف اللي مات ولا ليا؟ ليا. ليه؟ لان انا اللي عملتها، انا اللي جددتها، انا اللي خدت الكلام ده كله وعدلت فيه، فانت استخدمت حاجتي مش حاجه المؤلف اللي مات. طب لو استخدمت حاجه المؤلف اللي مات ما هي ملكيه يا عم. طب استخدمت حاجتي انا، كده انتهكت حقوق النشر بتاعتي انا. راجعها ورجع الفيديو وافهمها تاني. طب الحقوق المجاوره، انا عندي كتاب او عندي قصه عايزين نحولها لفيلم يا مستر. مين اللي عامل القصه دي؟ مؤلف. تمام، خدنا حاجه المؤلف دي طبعا بعد ما خدنا الاذن منه وبقى ليه فلوس وخد ارباح ماديه والكلام ده كله. طيب حقوق المجاوره دي بتاعت مين بقى؟ بتاعت احنا عايزين نعمله فيلم. طب الفيلم ده هيتعمل لوحده؟ لا، عندي منتج، عندي مخرج، عندي مصور، عندي ممثل. كل الناس دي اللي شاركت في ان العمل ده يتصور ويطلع ويبقى فيلم، كل الناس دي ليهم حاجه اسمها ايه؟ حقوق مجاوره. طيب الحقوق المجاوره دي بتكون ملك لشركات الانتاج او للممثلين، مطرب، المغني اللي عمل المؤلفه اللي هو الفها دي، اللي عمل اغنيه مثلا، قال لي مثلا مخرج، اي حد، منتج، مخرج، مطرب، ممثل، اي حد من الناس اللي هتشارك في العمل اللي هو بتاع المؤلف ده. تمام، دي مش بتتحول ملكيه عامه. ليه؟ لان هي بقى ليها شركه انتاج، بقى في منتج دفع فلوس واشترى الحاجه دي فبقت ملكه خلاص، ملك الشركه مش ملك الشخص، بقت ملك للشركه، فمش بتتحول ملكيه عامه. فلو قال لي برنامج اذاعي، لو قال لي برنامج تلفزيوني، لو قال لي فيلم، لو قال لي مسلسل، لو قال لي اغنيه اتسجلت والكلام ده كله، هيقول لك دي ايه؟ ليها حقوق مجاوره، فمش هتتحول ملكيه عامه حتى لو عدى على وفاه الناس دي 50 سنه. جميل جميل. تاني حاجه عندنا حقوق الملكيه الصناعيه، ودي عايزك تركز لي فيها شويه. حقوق الملكيه الصناعيه دي خاصه بالصناعات، احنا دي خاصه بالكتب والمؤلفات والكلام ده كله، دي خاصه بقى بالصناعات. بتنقسم عندي لاربع اقسام. صناعه بقى، اختراعات. اول حاجه عندي، عايز لون لو لقيته، ماشي نكتب بالازرق وخلاص. اول حاجه عندي براءات الاختراع، وركز قوي في اللي انا عامله ده. تاني حاجه عندي حقوق نموذج المنفعه. تالت حاجه عندي الرسوم والنماذج الصناعيه. رابع حاجه عندي العلامه او العلامات الايه؟ التجاري. شفت ده كبير وده صغير، ده بيج اختراع، ده سمول يعني صغير. اختراع كبير بيتعمل تحت ايه؟ براءات الاختراع، بيندرج تحت براءات الاختراع. الاختراعات الكبيره زي التكييف، زي المروحه، زي البوتاجاز، زي التلفزيون، اختراع كبير. طب الاختراع الكبير ده يتحط فين؟ يتحط تحت قسم براءات الاختراع. هنا لا يسجل، بيعمل حاجه اسمها تسجيل، ملوش تسجيل مسبق، مجرد ما انا انشات العمل خلاص اتسجل، مجرد ما المؤلف كتب الحاجه خلاص بقت بتاعته. طب هنا لا، لازم أنا اسجل الاختراع. هل حد عارف مين اللي اخترع اللمبه؟ الناس كلها عارفه، ولكن احنا كاتبين على كل لمبه اسم المخترع، كاتبين على كل تكييف اسم مخترعها، يبقى لازم التكييف ده يتسجل في حاجه اسمها براءات الاختراع. طب براءات الاختراع دي بنسجلها فين يا مستر؟ بنسجلها في حته اسمها مكتب براءات الاختراع. مكتب براءات الاختراع الايه؟ المصري. ربنا يجعلكم كده من المخترعين ونشوف منكم ايه مبدعين ان شاء الله يعني. طيب مده بقى حمايه مكتب الاختراعات المصري، براءات الاختراع المصري ده لبراءات الاختراع، قال لي قد ايه؟ قال لي 20 عام من تاريخ ايه؟ من تاريخ التقديم. يعني انا قدمت على بطاقه او قدمت على شهاده ميلاد يوم 20، استلمتها يوم 25، هتطلع بتاريخ 20 وبتاريخ 25 بتاريخ 20. ليه؟ هو ما يعرفش انت تستلمها امتى. نفس الكلام هنا، انا ما اعرفش انا اطلع لك الترخيص بتاعك ده امتى، او اطلع لك الترخيص بتاع براءات الاختراع ده امتى. فانا من تاريخ التقديم هديك الايه؟ هديك الشهاده او الترخيص او الشهاده بتاعتك دي. تمام؟ طيب اللي سمول بقى اختراع، مش انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي تكييف، التكييف ده ليه قطع غيار، قطع غيار حلو، قطع الغيار دي اقل ابتكارا من الاختراع الكبير. قطع
قطع الغيار دي اقل ابتكار من ايه؟ من الاختراع الكبير. حلو. قطع الغيار دي بتندرج تحت ايه؟ تندرج تحت حقوق نموذج المنفعه للاختراعات الاقل ابتكارا من الاختراعات الكبيره. دي مده حمايتها قد ايه؟ قال لي مده حمايتها 7 سنوات من تاريخ برضو الايه؟ التقديم. طيب الرسوم والنماذج الصناعيه عندي مثلا تكييف، التكييف ده ليه شكل وليه مظهر وليه لون والكلام ده كله. الرسوم والنماذج الصناعيه بتحمي الشكل واللون والمظهر بتاع التكييف، الانسيابيه بتاعته. العربيه الانترا مثلا، العربيه الانترا ليها مثلا شكل انسيابي كده من ورا اللي هو الاكسدام الخلفي. الاكسدام الخلفي ده ملك المين؟ ملك لشركه هونداي اللي هي عامله العربيه بتاعت الانترا. طيب الانسيابيه بتاعت العربيه دي ينفع حد ياخدها يقلدها؟ لا. ليه؟ لان هي مسجلاها في الرسوم والنماذج الصناعيه، فالشكل ده ملك المين؟ ملك الانترا. تمام. يبقى دي بتحفظ ايه؟ طب انا عندي لوحه مثلا، عندي رسمه، عندي مثلا ديزاين فستان، دي بتحميها مين؟ الرسوم والنماذج الصناعيه. يبقى بتحمي الشكل والمظهر واللون واللوحات والرسومات والكلام ده كله. اي حاجه فيها شكل ومظهر ولون ورسومات دي الرسوم والنماذج الصناعيه. مده حمايتها قد ايه؟ 10 سنوات. قال لي تجدد كل كام؟ تجدد كل قد ايه؟ تجدد كل 5 سنوات. تجدد كل 5 سنوات. تمام. العلامه التجاريه بتحمي الشعارات، وليكن مثلا احنا عندنا شركه مثلا سامسونج ليها شكل للشعار بتاعها، شركه ابل ليها الشكل بتاع التفاح. ما ينفعش حد يستخدم شكل التفاحه ده او يستخدم الشعار بتاع التفاحه ده غير شركه ايه؟ غير شركه ابل، هي اللي مسموح لها تحطها على ايه؟ اجهزتها بس. حد تاني يستخدمه ده كده ايه؟ ده كده بيسرق الشركه. فلو الشركه رفعت عليه قضيه طبعا هتاخد تعويض ايه منه. يبقى العلامه التجاريه بتحمي الشعارات بتاعه الشركه، ودي مده حمايتها برده 10 سنوات. تمام. احفظ بقى، لازم تحفظ ايه الكلام ده. تعال نشوف البي دي اف اهو. قال لي حقوق المؤلف حق معنوي وحق مادي. تنتهي حقوق المؤلف وتتحول مؤلفاته او مؤلفاتك ملكيه عامه بعد 50 سنه من وفاته. طيب الحقوق المجاوره حقوق الناس اللي شاركت في العمل مع المؤلف، وده بيكون في فيلم او مسلسل او برنامج اذاعي، وبيكون لمخرج او ممثل او مهندس صوت او المنتج ايا كان بقى مين اللي شارك في العمل ده، ومش بتتحول لملكيه عامه. طيب حقوق الملكيه الصناعيه دي حق بتحمي النشاط التجاري والنشاط الصناعي اللي هي اللي احنا بنتكلم فيهم ده. زي ايه بقى؟ زي الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعيه، العلامات التجاريه، المؤشرات الجغرافيه. المؤشرات الجغرافيه دي لو في مكان مشهور بحاجه معينه زي الخشب الدمياطي فده اسمه مؤشر جغرافي للايه؟ للحاجه دي. فبتحمي من ايه؟ الحمايه من المنافسه الغير مشروعه. لازم اسجل عند مكتب الاختراعات الايه؟ مكتب براءات الاختراع المصري. تمام. اللي هو الجدول اللي تحت اللي انا لسه عامله لك ده. طيب جميل. عندنا بقى نقطه عايز أو يعني انبهك ليها، ان لو اي كاتب انا مش عارف اسمه قال لي الكاتب ده ينفع استخدم مؤلفاته ولا لا، قول له ينفع. ليه؟ لان هو هيجيب لك كاتب عدى على وفاته اكتر من 50 سنه. لان لو ما قاليش يبقى انا هعرف منين؟ ما انا ما اعرفش بقى كل كاتب مات امتى. تمام. يبقى انا لو قال لي مؤلف واستخدم مقطوعاته الموسيقيه، استخدم كتابه، استخدم مؤلفاته، طالما ما قاليش ان هو ما عداش عليه 50 سنه يبقى ايه؟ يبقى اقول له خلاص امين ينفع استخدمها، وده مش ضد حقوق الايه؟ النشر. طيب جميل. لو قال لي بقى ان الشخص ده، او لو جاب لي بقى برنامج اذاعي، قال لي برنامج ابله فضيله، برنامج مش عارف مسلسل محمد شعبان، مسلسل الكينج، مسلسل الطائر النسر الاكبر، اي مسلسل، ده ينفع يبقى ملكيه عامه؟ ده ينفع استخدمه؟ قال لي لا. ليه؟ لان ده ملك لشركات الانتاج، مش تبع حقوق النشر، ده تبع حقوق الايه؟ حقوق المجاوره. تمام. حقوق المجاوره مش بتتحول ملكيه عامه. يبقى البرامج والمسلسلات والافلام الحاجات دي مش بتتحول ملكيه عامه. ايه اللي بيتحول ملكيه عامه؟ الكتب، المقطوعات الموسيقيه، اي حاجه مؤلف بس هو اللي عاملها، محدش شارك معاه فيها. تمام. جميل. نخش على اخر حته، امتى استخدم الايه؟ امتى استخدم الحاجه بتاعه المؤلف؟ يلا بسم الله. امتى استخدم معلومات حد له حقوق نشر وملك الشخص؟ تمام. قال لي عندي 3 حاجات وبعد كده الاقتباس. طيب لو انا هستنسخ الحاجه دي للاستخدام الشخصي مع عدم الاخلال في هذا النسخ، مع عدم اخلال هذه النسخ او هذا النسخ باستخدام العادي للمصنف، يعني ما غيرش في الحاجه بتاعته واستخدمها استخدام شخصي، ما بعتهاش لحد تاني، هو انا هستخدمها لنفسي انا بس. طيب لو الاستنساخ ده داخل مؤسسات تعليميه بدون تربح، طبعا لو انا هستخدم الحاجه دي ان انا اعلم حد، طبعا ده استنسخ براحتك وخد الحاجه دي براحتك، ما عليكش اي حاجه ضد حقوق النشر. طيب في العروض الغير ربحيه، احنا قاعدين وعاملين فرح وعاملين حفله وبتاع ومشغلين اغاني بتاعت حد، طبعا ليه حقوق مؤلف. طب الحقوق المؤلف ده اللي احنا مشغلين الاغاني بتاعته ده، هل
ده ليه حقوق نشر او حقوق مؤلف؟ لا. ليه؟ لان دي عروض ايه؟ غير ربحيه. انا مش اللي بيخش الفرح باخد منه فلوس، لا، احنا قاعدين مع بعض كده خمسه بالحب. جميل جميل. قال لي في حاله الاقتباس، ايه بقى الاقتباس ده؟ لو انا عايز اخد جزء من كتاب، جزء من كتاب، بشرط ان الجزء ده يكون جزء من كتاب، ما يكونش الكتاب كله بتاع شخص وانا احط عليه سطرين واقول الكتاب ده بتاعي، يبقى انا كده مش بقتبس، انا كده بسرق. يبقى في حاله الاقتباس ان انا عايز اعمل ايه؟ هو استخدام جزء صغير من عمل محمي بشرط الا يتعدى الغرض من الاقتباس على عمل المؤلف الاصلي، وان يكون مبررا لاستخدامه، يعني يكون فيه غرض للاستخدام او يكون في ضروره للايه؟ للاقتباس، يكون في ضروره للاقتباس. عندي قواعد للاقتباس، تعال اعرفها. ايه القواعد بتاعت الاقتباس؟ لازم يكون العمل اللي انا هقتبس منه يكون هو الجزء الاقل في الكتاب، يكون سطر سطرين، مش انا واخد الكتاب كله وبقول ده بتاعي. يبقى الكتاب بتاعي هو الكبير، هو الاصل، والكتاب الصغير او الجزء الصغير بتاع الايه؟ الجزء المقتبس بتاع الكتاب بتاع المؤلف الثاني. طيب لو انا بعمل كتاب وعايز اقتبس، يجب ان تكون هناك ضروره للاقتباس، لسه قايل لك عليه. طب الا يضر بالمصالح المشروعه، ما يضرش صاحب الكتاب اللي انا هقتبس منه من خلال الكتاب بتاعي، ما اقتبسش جزء يضره. تمام. ثالث حاجه، يجب تحديد الجزء المقتبس عن طريق وضعه بين علامات التنصيص، علامات الاقتباس، احطه بين علامات الكود او علامات الاقتباس. تمام. يجب تحديد المصدر، اعرف اكتب تحت السطر اللي انا مقتبسه ده اكتب اسم الايه؟ اسم صاحب الكتاب واسم المصدر. يجب عدم تغيير الماده المقتبسه، ما غيرش في ايه؟ في السطر اللي انا مقتبسه. انت اصلا مقتبس حاجه من عند حد، هتغير فيها ليه؟ ما انت واخدها منه. تمام. ده قواعد الاقتباس. تراخيص المشاع الابداعي. ايه تراخيص المشاع الابداعي دي؟ قال لي علامات المؤلف بيحطها في الكتاب بتاعه عشان يعرف الناس لما تيجي تستخدم الكتاب ده، عايزه تعيد نشره، عايزه تقتبس منه، عايزه تستخدمه بالشروط اللي قدامك دي. ايه هي الشروط دي؟ قال لي اول حاجه علامه الباي. ايه علامه الباي دي؟ شخص اللي هي بتتحط على الحمامات بتاعت الرجالي، شخص واقف كده. طب ايه الشخص ده؟ بيقول لي اعرض عنوان العمل واسم المؤلف. لما اجي اعرض عنوان اشوف كتاب عليه الرسمه دي، لازم اعرض، لما اجي اعيد نشره او اخد منه جزء مقتبس، لازم اعرض عنوان العمل واسم المؤلف. طيب تاني رسمه اللي هي علامه الواي دي وفيها يساوي وجوه علامه الفاي، قال لي ده غرض لغير تجاري، يعني لما تيجي تستخدمه ما تتربحش من وراه، ودي اسمها ان سي. لازم تحفظ الحروف دي، اسمها ايه؟ ان سي، لا تستخدم لاغراض تجاريه. طيب علامه اليساوي دي جوه الدايره لا مشتقات، يعني ايه الان دي؟ اللي هو نو ديراتيفز، اسمها ايه؟ مش مهم. طيب لا تغير العمل المحمي بحقوق المؤلف الاصلي، ما تغيرش اي حاجه في الايه؟ في العمل ده، تستخدم الحاجه زي ما هي. علامه الريبوست او علامه الريشير دي نفس الشروط، يعني استخدم الحاجه انشر تحت نفس مجموعه الترخيص للعمل الاصلي، يعني لو شفت الثلاثه دول ما تغيرش وتستخدم واحد وتسيب واحد، استخدم نفس الشروط اللي قدامك دي كلها، سواء بقى كانوا اثنين، سواء كانوا ثلاثه، سواء كانوا كلهم، لازم لما تشوف العلامه دي تستخدم الشروط اللي عندك كلها، ما تستخدمش واحد وتسيب واحد. دي كانت الوحده الثانيه. تمام. تعالى كده بص هنا، هيكون الحصه الجايه او المحاضره الجايه ان شاء الله هيكون فيها الوحده الثالثه كلها، برضو في ورقتين لان الوحده الثالثه كبيره شويه، هي فيها 3 دروس. يبقى احنا كده خلصنا على خير الوحده الثانيه. برضو بعد اذنك ارجع للواجبات بتاعتنا، ارجع للواجبات بتاعتنا، فيها اسئله اقسم بالله ما يعني مش هعرف اضيف عليها اكتر من كده. ارجع للواجبات وحل حاجتين، عايزك تحل معايا الاسئله بتاعت حاجتين، اسئله امتحان، اسئله مراجعه نوفمبر واسئله مراجعه اكتوبر. تمام. بعد ما نخلص حل اسئله مراجعه نوفمبر وحل اسئله مراجعه اكتوبر. تمام تمام كده نكون خلصنا الوحده الثانيه. استنونا الفيديو الجاي. طبعا برضو كالعاده ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات، وتسيب لنا تعليق، وتسيب لنا راي، سواء عندك اي مشكله، عندك اي ملحوظه، عندك اي سؤال، هرد عليك طبعا في ساعتها وفي اسرع وقت. طيب ولكن عايزك تركز، لو في حاجه اتفرج على الفيديو اكتر من مره هتفهم الموضوع سهل، الموضوع بسيط. انا ملخص لك الدنيا على قد ما اقدر عشان اوفر عليك وقت، فما تستخسرش في نفسك ان انت تقعد النص ساعه او الساعه الا ربع دي عشان خاطر تقفل امتحانك. انا مش عايزك ان انت تجيب درجه وخلاص، انا عايزك تقفل الامتحان باذن الله من خلال المراجعات بتاعتنا دي. استنانا الوحده الجايه، اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.